الفرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير ملحوظ من خلال القايمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. احنا عملنا ده يوم الهوا، يوم الخساره اللي كانت ثقيله جدا الحقيقه، لكن قايمه المغرب تحت 20 سنه منتخب بقى اللي هو يعادل منتخب ميكالي، يعني قادر تشوف الاسماء اللي قدامك على الشاشه دي والانديه، يعني مع كل واحد محترف في واحد محلي، او وسط كل 2 3 محترفين هتلاقي واحد محلي. ليها علاقه بالثقافه بعد الشيء، مش الثقافه اللي هي قرايه الكتب، لا الثقافه اللي هي ليها علاقه انه الناس في المغرب بيسافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى اسبانيا وعلى اماكن كتير جدا. ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا، المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يتكلموا كذا لغه. كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا. والجامعه الملكيه المغربيه استفادت من وجود كشافين، كل دوله ليها كشاف او اتنين يلقط اهم المواهب. دي حاجه خارجه عن الاراده، لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعوض ده بقيمه ميكالي. يعني معادل القوه الحقيقي، انت لو بصيت على تشكيل منتخب مصر تعرف كام واحد فيهم؟ محمد السيد بس تحيه للمغرب والله. نعم تحيه للمغرب على طبعا طبعا طبعا. يعني انت بتتكلم منتخب ناشئين، منتخب اولمبي، منتخب اول. بص تواصل الاجيال بمختلف الاعمار السنيه، من كل جيل من دول هتطلع 5 6 هتلاقي ان منتخب المغرب على مستوى المنتخب الاول متسيد. ومنتخب السيدات هم نفس القصه. هم عملوا كده ازاي يا ابراهيم؟ هم سنه 2010 خرجوا من كل حاجه، كل المنتخبات خرجت، والمنتخب الاول خرج من كل، ومنتخب المغرب اعتقد ساعتها ما تاهلش حتى كاس الامم. قعدوا مع بعض نعمل مشروع ازاي للدوله، ازاي نبقى عندنا منتخبات قويه. منتخبات قويه عملوا حاجتين، اسسوا اكاديميه محمد السادس وجابوا راجل اسمه اوشين روبرتس، راجل من ويلز، راجل خبير، هو اللي طور الرخص التدريبيه في ويلز، وهو اللي عمل كل حاجه. جابوه مسك برضه بيطوروا على مستوى المدربين طبعا يعني طبعا، بينفستوا في المدربين جدا. كل ده شغل اوشين روبرتس. اوشين روبرتس اللي هو كان ماسك التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد ويلز، جابوه فضل شغال معاهم 3 سنين. 3 سنين وحد لهم طريقه اللعب ما بين المنتخبات، كل المنتخبات بتلعب بنفس السيستم. طور لهم يعني زي الانفراستراكشر كده، حط لهم كل حاجه، كل حاجه اللي تشتغلوا ايه، اللي هم شغالين عليها لغايه دلوقتي. لان الشغلانه بتاعت التكنيكال دايركتور دي شغلانه صعبه جدا، ومش سهل ان حد يعملها، لازم يكون حد صاحب خبرات كبيره.